بيت اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع علينا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب قدرنا دايما على فعل الخير وبعدنا يا رب على زيت الغير، ويا رب كتر من اللايك والشير. السلام عليكم. طبعا لو انت اول مره تفتح فيديو هذه القناه فحب اعرفك بنفسي. انا ياسين محمد من راديو 70 شاب عربي مصري بقدم محتوى على هيئه راديو، بتكلم فيه بقول وجهه نظري عن الفن، عن الكوره، عن اي حاجه تانية، بس اهم حاجه اكون فاهم فيها وما اقعدش افتي، والاهم من ده كله كمان ان اكون حاببها. بما اننا يا معلم خلاص رمضان بقى على الابواب، كل سنه وانت طيب طبعا يا معلم. ايه اكتر حاجه ثابته معانا في رمضان؟ طبعا غير الصلاه والصوم والتراويح والبلح وخناقه ابوك كل يوم قبل الفطار اكيد. بس ايه اكتر حاجه ثابته بقى؟ برنامج رامز على الفطار. وده موضوع حلقتنا النهارده. هو احنا ليه بجد ما بقيناش نحب برنامج رامز زي زمان؟ او ليه بقت برامجه مش زي زمان؟ وده اللي هنرغي فيه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم ياسين محمد من راديو 70 والحلقه دي هنتكلم فيها عن مقالب رامز جلال. عشان نعرف احنا ليه ما بقيناش نحب برامج رامز جلال زي الاول، لازم نفهم الاول هو احنا ليه اصلا كنا بنحبها زمان. باختصار يا معلم، احنا كنا بنحبها لان دي طبيعتنا، طبيعة الشعب بتاعنا، بنحب الضحك والهزار. ورامز الصراحة كان متميز في كده، وكان بيقدمه بأفكار كمان جديدة وكرياتيف خالص، عكس مثلا الكاميرا الخفية اللي كان بيقدمها أستاذ إبراهيم نصر. مش قصدي أقلل منه والله، بس أنت فاهم إزاي الفكرة. بقى دلوقتي تطور أكتر قصدي. ومن ضمن مقالبه الكرياتيف مثلا رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز في الشلال، رامز بيلعب بالنار، وهكذا وهكذا. كل الكلام ده جميل وتمام لحد آخر 4 سنين بالذات. الصراحة يا معلم بقى في هبل بيحصل، مبقاش في أي مقالب أصلا ولا حتى أي ضحك. يعني مثلا في سنة 2020 يجيب لك ضيف يخضه وبعد كده يقعد يمرجحه شوية بالكرسي وبس، المقلب كده خلص. طب ماشي، قلنا سنة استثنائية وسنة كورونا وكده. تعالى بقى يا ريس للسنة اللي بعدها، رامز عقله طار، يرمي الضيف في بسين، بس كده برضه المقلب خلص. فأنا كمشاهد أنا هقعد قصادك ليه أصلا؟ يعني مثلا كل الفنانين اللي بيطلعوا معاك يطلعوا يقولوا ان دي بتبقى مطبوخه وكان يوماني، بس انا هقعد ليه قدامك غير اني بضحك؟ وكمان برضه مش هيجي في عقل حد ان واحد يعمل لي سفينه على شكل قرش في البحر. فده اللي كان بيقعدني قصادك. فلما العنصر الاهم يغيب، لا مش هقعد. حتى خفة دم رامز جلال وافهاته بقت رخمه جدا، حتى دي ما بقاش كريتيف فيها. يعني خلاص ما بقاش يعتمد غير على الافيهات الجنسيه، ونصها فعلا رخم مش حلوة أصلا. فأنا يا مان هقعد ليه قدامك؟ غير طبعا 60 ساعة إعلانات. لأ، أنا هروح أعمل باك على المسلسل الكبير، وحلقاتك أبقى أتفرج عليها على أي وقت على النت، عشان بس ما أقطعش العادة. صدقني يا معلم الفكرة مش بالمصاريف اللي بيصرفها ولا الهيلمان ده. لأ يعني مثلا هات برنامج رامز توت عنخ آمون وقارنه بأي برنامج هفق بيعمله آخر 4 سنين. أقول لك بلاش رامز توت عنخ آمون، أقول لك مسافرين أسوان وعملوا مقبرة وصارفين فيه حبة. لا يا معلم، هات رامز قلب الأسد اللي صوروه في استوديو أصلا، وربنا في ضحك عن أي برنامج بيعمله آخر 4 سنين. الراجل ده كفاية حلقة أحمد السقا. باختصار يا معلم، مشكلة رامز اللي بتهدد أسطورة رامز في رمضان هي الإبداع. الإبداع غايب بقاله 4 سنين، وتحولت دلوقتي من تهديد لإنها بتهد حرفيا أسطورة رامز. وده باين مع أول سنة نزل فيها الكبير. يعني الكبير كان نازل أول سنة الجزء السادس بأبطال شباب ومن غير دنيا سمير غانم، كان الجو على طول من رامز. ومشكلة رامز اللي هي أكبر من كده بكتير، اللي هو عمره ما ياخد باله من المشكلة دي. أصل المشاهدات بتزيد كل سنة عن التانية، بس طبيعي. رقم واحد لأنك بتصرف صرف كبير، ومثلا جايب لي فان دام، ما لازم أنا وكل العالم يتفرج. تاني حاجة إن معنى اللي هو مشاهدته بتزيد على اليوتيوب ده أكتر حاجة تدل على فشل. أنت مش متشاف أصلا على التلفزيون يا معلم، وتالت سبب إن أنت بتجيب ضيوف بيبقوا عاملين ترندات طول السنة. انت مش بعيد برضو تجيب فنانين، بس لا هي انت مره تجيب لي بليهي، مره تجيب لي مها احمد ومش عارف ايه. يا عم دماغك بقى. بس كده يا معلم حلقتنا خلصت، اتمنى انها تكون عجبتك، وان شاء الله تسمعنا في حلقات تانية كتير. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تظبط اخوك بقى فول على الانستجرام، سبسكرايب، لايك كده يعني. وبالله عليك ما تنساش تدعي لاخواتنا السودان وفلسطين وفي كل حته في الدول العربيه، وتستمر بالمقاطعه والدعاء والتبرع. اي نعم كل حاجه خلصت، بس لسه والله يا معلم لسه في اعمار. بس كده كان معكم ياسين محمد من راديو 70.